السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاثنين 5 رمضان 5/6/2017 العاشر من أيام رمضان، وما زلنا في أعراف الصحراء. بدي أوضح اليوم شو صار معنا. بس اليوم اجتنا المفوضية من تبع الجزائر، أتوا إلينا ولكن للأسف لم يتمكن الوصول إلينا باعتبارنا في الأراضي المغربية. تكلموا معي وقالوا لي أذهب إلى المعبر الرئيسي لبني ونيف لاستلامكم، وذهبنا، وللأسف الشديد منعنا الجيش المغربي للعبور إلى المعبر وردنا في القوة، وهذا حالنا. وبرجع بوضح من قبل عشان تبين الصورة. نحن كنا 41 شخص، 16 شخص تمكنوا الهروب، دخلوا إلى المغرب لأن العيش هون لعب ططاء نهائيا. الله يسر معهم تمكن الهروب، و10 أشخاص بعدها كمان تمكنوا الهروب وظلوا 6 أيام في أراضي المغرب. للأسف الشديد قبض عليهم ورجعوا لعنا على الصحراء. ولهذا السبب تعاقبنا ومنعنا عن الطعام والماء في أيام شهر المبارك، شهر الفضيل، شهر المغفرة، شهر الرحمة. منعوا علينا الطعام والماء عن هؤلاء الأطفال. بس بدي أحكي يعني هذا دين الإسلام؟ وين الإسلام؟ يعني بهذا الشهر أنا بعرف هذا الشهر الكريم الناس لحالها إذا كانت بعيد بمدينة بتقدم أكل لبعضها. منع عنا كل شيء. ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ ناشدنا كثير وحكينا كثير، ما خليت حد وما ناشدته. وبرجع بكرر، نحن ناس ضعفاء بسطاء ما طالبين شيء. أتينا من الجزائر بإرادتنا، ذاهبين إلى المغرب للالتحاق بأهالينا. لا بدنا نعمل مشاكل ولا بدنا نعمل أي شيء. يعني معنا ناس هالأطفال البريئة شايفينها. كل مين بده يوصل لأهله ولهدفه ولعائلته ولناسه ولخلانه. ليش الشيء هذا اللي عم يصير؟ يعني حكينا كثير، ناشدت الأمم، ناشدت حقوق الإنسان، ناشدت رؤساء الدول كلها. وبرجع لهالوقت بكرر وبناشد الناس كلها وجميع رؤساء العالم، جميع المنظمات، جميع الأديان، أن يلقوا حل لهؤلاء الناس. راح نطبق الشهرين في الصحراء، عم نقضي كل ليلة الله بيعلم فيها. ناس بتنام وناس بتنام سهرانة بس مشان العارب والأفاعي. وآخر المطاف عم نتعرض هلا منذ أيام قليلة لهجوم الخنازير البرية. معقول هذا الشيء؟ في ناس بتعلق وبتحكي مشاكل وعملتوا دنيا وعملت. نحن لا عملنا مشاكل ولا سوينا شيء. نحن ناس جزاتنا ما بقولوا غير حسبي الله ونعم الوكيل. وبرجع بناشد جميع العالم وجميع الدول أن يصدر لنا حل بالوقت السريع. ولا نريد نحن
أن نسبب مشاكل لأي أحد. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.